متابعين مذيع كورة، أهلا بكم وحلقة جديدة. وأسطورة ليفربول يطالب كلوب بطرد 5 لاعبين من الفريق بعد الهزيمة القاسية من ريال مدريد. الأول وقبل ما نبدأ صلوا على النبي ودوس لايك واشترك في القناة. داني ميرفي أسطورة ليفربول طالب كلوب برحيل 5 لاعبين على الأقل من الفريق بعد الهزيمة القاسية من ريال مدريد. وقال داني ميرفي: أعتقد أن الوقت قد حان لضبط الفريق والاستغناء عن 5 إلى 6 لاعبين من الفريق. وقال: لا مانع من استمرار كلوب، لكن عليه الإصلاح وفورا. هناك 3 لاعبين تنتهي عقودهم قريبا مثل ميلنر ونبي كيتا وتشامبرلين. أيضا فامينيو الذي ظهر أنه لا يمتلك الطاقة الكافية لإدارة مباريات مع ليفربول، وأن الفريق يحتاج إلى لاعب أصغر منه سنا. وأضاف أن ليفربول يمتلك 6 لاعبين في مركز واحد، وهم صلاح ودياز وجوتا ونونيز، وعليه أن يفاضل بينهما وأن يبقي على الأصلح من وجهة نظره كمدير فني. وعلق قائلا: كانت الهزيمة من ريال مدريد قاسية، وهي قد تكون نقطة تحول لضبط الفريق وإعادة هيكلته. وطالب الأسطورة قائلا: عليكم أن تبذلوا ما في وسعكم حتى أن تكونوا في المربع الذهبي لتلعبوا دوري الأبطال في الموسم القادم. من جهتها أشادت جماهير ليفربول بأداء محمد صلاح، وقالت: فعل ما عليه، صنع هدف وأحرز هدف. وأطلق عليه البعض أنه أمير الانتقام. وصرح أسطورة ليفربول قائلا: لا أستطيع أن ألوم صلاح وحده، فاللعب الجماعي في الفريق منعدم، والفريق حالته سيئة ويحتاج إلى التجديد. أما محمد صلاح فهو صنع هدف وأحرز هدف. لا أستطيع أن ألوم محمد صلاح على أدائه. وقال: من الأفضل لكلوب أن يعيد ترتيب الفريق وهيكلته من جديد.